كده ايه عماله تتكلم فايه من الساعة 12 يا ده بس مع بعض. يلا هنستاذنكم يا جماعه ليه في الباب؟ ما انا عارف ان الساعه 12 هنعمل تمرين نفس الاول شويه. هنعمل يا جماعه تمرين النفس ده وهنعيد من 10 فيها نفس. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنكتب النفس في 10 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنطلع النفس في 10 عدات برضه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في نفس احسن دلوقتي؟ طيب نعمل تمرين تركيز بقى معلش قبل ما نقعد كده سريع كده. هنعمل ايدينا كده كله يعمل ايده كده. كله تمام كده. هنلف 10 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنعكس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنحطها يلا على دقننا يلا. يلا انتوا مركزين اهو اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيات لحضراتكم. اقفلي الباب يا دنيا وانت داخله كده. اقفلي الباب. طب يا جماعه احنا فوقنا فاحنا قاعدين نتكلم كتير. طب نسمع كلمتين حلوين طب. يا جماعه نسكت 5 دقايق كده. 5 دقايق صمت. 5 دقايق. البنات اللي واقفين يقعدوا. كله يقعد. كله يقعد. دكتور رأفت معاك حبايبك كتير. طب ما نعمل ايه طيب؟ ماشي. لا حبيبي. طيب احنا النهارده مع المؤتمر الامريكي للماستر ميتا. وانا بوصي كبير مدربي الماستر ميتا بحب ارحب بحضراتكم في المؤتمر بتاعنا. طبعا الدكتور سعد شمس الدين طبعا اتكلم عن موضوع الماستر ميتا، واحنا بنضيف حته بسيطه للكلام اللي قاله ان احنا بنعمل مناهج جديده. بنعمل مناهج جديده. خلي بالكم يا جماعه ان العلوم الانسانيه علوم متغيره وليست ثابته، مش زي الفيزياء والكيمياء والاحياء، لا احنا علوم متغيره. يعني اول لما ابتدينا التي او تي واعداد المدرب والكلام ده كان بداها الراحل الدكتور ابراهيم الفقي. وانا كنت احد تلاميذه. عشان كده الدكتور المنجار الجميل بيقول ايه الشخصيه التنميه البشريه، انا اطلق عليها الدكتور ابراهيم الفقي امير التنميه البشريه. فاحنا مش بنغير مناهج، احنا بنضيف للمناهج، احنا بنضيف حاجات. ما ينفعش اقول ان المدرب ما ينفعش ان هو ليه اساليب تدريب معينه، لكن انا بضيف له ايه هو الجديد، ايه هو اللي محتاجه في عصر الميتافيرس، في عصر الميتافيرس اللي احنا عايشين فيه، في عصر التحول الرقمي. احنا احتاجنا ان احنا نشتغل بالذكاء الاصطناعي، ابتدينا نشتغل بالتحول الرقمي اللي دول العالم سبقتنا. احنا مش بنحط علوم جديده، لا احنا بنضيف اليات جديده في التدريب، وهو ده المشروع العملاق اللي احنا شغالين عليه. طب هنعمل الكلام ده ايه وهنضيفه ازاي؟ في مبدا عندنا اسمه ارسم مستقبلك بنفسك. ارسم مستقبلك بنفسك. عايزين يا جماعه نسال نفسنا، كل واحد هيسال نفسه 4 اسئله. كل واحد فينا هيسال نفسه 4 اسئله. اول سؤال، اين انا؟ انا فين دلوقتي يا جماعه؟ كل واحد يسال نفسه انا فين دلوقتي؟ تمام؟ في التعليم المدني حلوه برضه. انا فين من الخبرات؟ وانا فين من التدريب؟ وانا فين من الدكتور حسن؟ للناس اللي بتضايقك انا معلش انا اسف، الناس بتضايقك انا عارف، معلش تمام؟ فانا بقول انا فين يا جماعه؟ انا فكري ايه هو الموارد الماليه اللي عندي؟ ايه هي المورد البشري اللي عندي؟ ايه هي الخبرات اللي موجوده عندي؟ علشان اطرح السؤال التالي: الى اين ساتجه؟
هنروح فين يا جماعه؟ ما هو الهدف اللي هتجه ليه؟ اي انسان بلا هدف يصبح بلا روح، بلا فكر. لو كل واحد فينا ما كانش عنده هدف وعزيمه واصرار وقوه، مش هيقدر ينجح في اللي هو عاوزه. احنا كده يا جماعه محتاجين ايه؟ تاني حاجه محتاجين ايه؟ هنروح فين؟ احنا كلنا جايين هنا عشان ايه؟ جايين نحضر نجاح مجموعه اتخرجت، المجموعه دي اتخرجت عملت ايه؟ هدفها ايه؟ كل مجموعه الفريق المدربين اللي اتشرفت بوجودهم معايا في خلال الفتره التدريبيه، كل واحد فيهم عنده هدف معين عايز يحققه. طب احنا هيجرنا للسؤال الثالث، والسؤال الثالث ده مهم، اللي هو ايه؟ خلال فتره زمنيه محدده، هل انا المفروض ان انا احقق الهدف بتاعي، هقول الهدف بتاعي الى ما لا نهايه، ولا لازم يكون الهدف بتاعي ليه تايم وليه وقت علشان اقدر انجح فيه واقدر اتوجه؟ اقعد اقعد اقعد، ده انت هتتعبني معاك. ماشي. انا لسه ما اتكلمتش والله، انا لسه هقول. معلش انا كبير المدربين هقول شويه. يا دكتور حسن ما زدتكش عشان انت عمال تلم الناس حواليك مش عارف اتكلم. ايه ده شويه؟ ماشي تمام. فاحنا كده وصلنا للسؤال الثالث. طب السؤال الرابع بقى، وده سؤال مهم جدا ولازم كلنا نسال نفسنا عنه، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ من سوف يقوم بإعداد الخطة ومن يعمل على تلك الخطة؟ هو أنا لما بعمل الخطة دي مش بحدد أدوار لكل واحد؟ يعني الدكتور حسن لما جه واتكلمنا على موضوع الماستر ميتا ده، حددنا خطوات معينة وفريق معين، الفريق ده لازم يكون يفهم سياق الخطة، لازم يعرف احنا هنعمل ايه عشان نوصل النهارده ونبقى واقفين النهارده نكرم زملائنا اللي نجحوا في اول دبلومه في الماستر ميتا. طيب هنختم بكلمات الراحل الدكتور ابراهيم الفقي: عيشوا كل لحظه اكنها اخر لحظه، عيشوا بالحب، عيشوا بالود، عيشوا بالكفاء. تحياتي لحضراتكم، نورتونا وشكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا.